أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. صوت جميل لشاب واعد يحمل في ثنايا صوته كل عنفوان الشباب ورومانسية المحب العاشق. نشأ في عائلة تحب الفن وتشجعه، فبنى حلمه الطفولي بمشاركات أتيحت له، ولقي تشجيعا كبيرا من كل من سمع صوته. ولأن الموهبة الحقيقية بحاجة لمن يطلقها ويخرج بها إلى الضوء، فقد طال الانتظار. لذلك بدأ في شق طريقه بجهوده الذاتية، منتظرا فرصة تحلق به كما يستحق. إنه المطرب الواعد مجد ورد. نقول لك فطر سعيد، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير يا رب، وإن شاء الله وطننا الغالي بألف خير وجيشنا الباسل الله يحميهم يا رب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك مجد. كمان انا بدوري بدي اسلم عليك وعلى سيمون عاصي كمان عازف الاورج الموجود معنا. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. نعاد عليكم بالف خير يا رب. تسلمي. اهلا وسهلا فيكم. يعني انا بدي ابتدي الحديث معك مجد قبل ما نستمتع بصوتك. يعني انت يعني دراستك للفن كانت فعلا دراسه خاصه بتثقل موهبتك. يعني هل ستتوقف عند هذا الحد ولا اكيد رح تتابع، ولا ما بعرف، يعني ممكن انه التجربه لها دور اكثر من الدراسه؟ شو رايك بهذا الموضوع؟ هلا طبعا ما في يعني ما بنوقف عند دراسه معينه، يعني بشكل عام الفن بحر. شو فينا نتعلم شيء جديد، اسلوب غربي، اسلوب يعني الاساليب كلها، فاجباري ما بنوقف عند دراسه معينه. بتأيد تمازج الثقافه الفنيه؟ طبعا طبعا، يعني انا بغني شرقي، بغني شويه غربي، يعني الحمد لله. حلو. طيب، في بعض الفنانين بيلجأوا لميزة الانتشار، يعني مباشرة بينزلوا أغنية بينشروها بالسوق، بيرجعوا بينزلوا اللي بعدها. يمكن هي حالة إيجابية وأكيد كتير مهمة للفنان، بس هي بتأثر يمكن على ناس تانيين مثلك مجد إنه ناطرين فرصة. هل أنت مع هي القصة، ولا أنت مع إنه تتوزع الفرص بشكل عادل بطريقة ما للفنانين؟ هلا أكيد مع إنه تتوزع بشكل عادل. هلا الانتشار حلو للفنان، يعني ما في اي فنان انه يعني الانتشار كثير شيء مهم بفيد يعني الفنان، اما الواحد ما يحرق المراحل، يعني انه درجه درجه. نعم. وفي ناس يعني بعض الفنانين الشباب الجدد بيلجأوا للغناء بالمطاعم أو حتى بالملاهي لحتى الناس تتعرف عليهم، لحتى تعرف صوتهم. هل أنت مع هي القصة؟ طبعا، اما مو اي مطاعم او مو اي يعني مكان فيني انا مثلا فوت غني فيه. نعم. يعني تنتقي المكان اللي بتغني فيه، ولا ممكن حسب ما يصح؟ بيقول الفنان احيانا لا هلا حسب ما يصح. ما بعرف، انا بالنسبه لي بصح لي كثير، اما بختار المكان اللي رواد هذا المكان يكونوا مثلا الناس يعني السميعه، الناس الراقين، لانه بتعرفي كل جو له مطربينه. يعني مثل ما عرفنا ندى، يعني بالنسبة لمجد بإمكانياته الخاصة أنتجت أغنية. أنتجت أغنيتين صاروا، وهلا تمنيت الموت كمان يمكن جديد. قبل ما نحكي على رسالة وتمنيت الموت، خلينا نرحب بمشاهدينا مع مجد وسيمون بأغنية. خلينا نسمع شيء مجد. يلا بيات الله أستاذ سيمون. هلا يا استاذ سيمون. يا با يا با اوفا سوريا عن مصر توقعتها يا خيوط المؤامرة فكت عقايا والله أنا من الغيم عملت علم عقد يا
ما ضل بالسما الزرقاء صحال. يعني صوته فعلا جميل. مجد، اتمنى هيك يكون المشاهدين استمتعوا بالمقطوعة اكيد الجميله. نحكي عن بدك نحكي عن الاغاني اللي حابب هيك تصورها. هلا اغنيتي الاولى طلع علي تقريبا من سنتين عملتها. ما راح صورها هلا. عملت اغنيه جديده اسمها تمنيت الموت، اغنيه يعني عاطفيه بتحكي عن الخيانه وهيك. ان شاء الله قريبا بدي اعمل لها كليب ان شاء الله. طبعا اكيد بعد شوي رح نسمع شيء من اغنيه تمنيت الموت اذا حابب تسمعنا. بس بدي نبه على شغله، بانه الفنان الكبير الراحل الله يرحمه وديع الصافي اثنى على صوتك، سمعك باحدى المرات واثنى على صوتك. انت تاثرت كثير بهذا الموضوع. مجد، رح تكمل على خطى وديع الصافي ولا ممكن ياخذك الطريق باتجاهات اخرى؟ طبعا المدرسه هلا بضل انا على خطاهم هالناس الكبيره، لا انا اصير مدرسه لتصير الناس تمشي بخطاي ان شاء الله. اما انا بحب المرحوم وديع الصافي وبمشي على خطاه، بمشي على خطاه. وين التقيت فيه الله يرحمه؟ بحفله عندنا بالسويداء. نعم. وبحب امشي على خطى العظيم العملاق صباح فخري، خطى الله يطول بعمره ان شاء الله. يا رب طرب جورج وسوف، الله يعافيه قريبا ان شاء الله. الحمد لله نحن كلنا رايات هون وكلنا مدارس بسوريا. نعم. يعني مجد عم تحكي عن عمالقه فعلا، الاستاذ صباح فخري، الاستاذ وديع الصافي، وايضا جورج وسوف سلطان الطرب. بالنسبه خلينا نقول الفنانين اللي هن يعني الاحدث من الفنانين العمالقه، بتحب نوع فن معين وبتلجأ لموضوع التقليد؟ يعني كثير من الفنانين الشباب بنلاحظوا انه بيقلدوا فنان معين حتى باداء الاغنيه، ما بيمنع انه نحن نغني اغنيه لفنان معين، ولكن موضوع التقليد بتأيده ولا بتغني الاغنيه بطريقتك الخاصه؟ لا، التقليد ما بحبه ابدا. حلو التقليد للممثل، يعني الممثل بيقلد شخصيات، اما للفنان اللي بيحب يوصل لبعدين مثلا للعالميه او بشكل تسمح للعالميه طبعا، فلازم يكون له بصمه خاصه. يعني انا بغني اللون تبعنا، اللون الجبلي، اللون السوري، اما الحمد لله ما اني بحاول ما اشبه حالي بحدا. طيب غني لنا جبلي، لكن هذا طلب خاص من المخرج. نعم تفضل. تفضل غني لنا جبلي، خلينا نسمع شيء جبلي، لانه انت ابن بيئه السويداء. نعم. رح سمعكم شيء للمرحوم فهد بلان. اوكي تفضل استاذنا. سفرهم طال، هل غير حوالي نوبة عليهم أشتكي، نوبة على حالي. سفرهم طال، هل غير حوالي نوبة عليهم أشتكي، نوبة على حالي. هل ودعوا قالوا نرجع بعد يومين، يومين هم قالوا هل القمر شهرين، مثل الرمش بالعين في بينهم خالي، نوبة عليهم أشتكي، نوبة على حالي. يسلم هالصوت مجد. يعني انت مقطع من الاغنيه لاستاذ فهد بلان الله يرحمه. نعم. مو 6 سنين كنت صف خامس انا، مغني له شخصي، يعني كان ضيف عندنا بالبيت. شو رايه كان؟ كثير حلو، يعني حلب تعليق جميل، صار يرد معي يعني هو الله يرحمه، والملحن سعد الديب باغنيه يومن عليه. نعم. كيف بتشوف دور الاعلام بدعم المواهب الشابه؟ عم يقدم لكم الدعم الكافي؟ الاعلام عندنا بسوريا؟ نعم. طبعا، يعني اكيد عم بيقدم دعم، واكبر دليل انه انا عندكم هلا يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نحن اكيد بنشجع كل المواهب الشابه، المواهب السوريه اللي فعلا تستحق يعني في
مواهب فعلا يعني اذا اضيء عليها ونحن عم نسعى جاهدين اكيد من خلال برامجنا اكيد رح تكون لماعه بالوسط الفني. موضوع الاعلام غير كافي مجد، يعني موضوع العلاقات الاجتماعيه كثير مهم بالوسط الفني، بالاضافه ايضا الاعلام فقط المرئي ايضا الصحافي. كيف بتشوف هذا الموضوع؟ طبعا العلاقات هي كل شيء، يعني بالنسبه للفنان كيكون ناجح ودائما عم يشتغل، العلاقات العامه يعني هي اللي بتامن الشعراء، الملحنين، يعني الحفلات، يعني بشكل عام العلاقات كثير اساسيه، بالاضافه للاعلام، يعني الاعلام كثير مهم. والحظ الحظ هلا حظي حلو اكيد اني بعرف الوجوه الطيبه. لا بشكل عام للفنان قديش الحظ بيلعب دور بمسيرته الفنيه؟ صحيحه هي المقوله انه في ناس محظوظين اكثر من ناس، ولا هي لعبه علاقات ودعم خلينا نقول؟ هلا انا لي راي ثاني بالنسبه للحظ. تفضل. هلا انا برايي الحظ هو شماعه، يعني الناس احيانا البعيد من هون الفاشلين بيعلقوا يعني فشلهم على الحظ، والله ما انكتب لي حظ، ما لي حظ، ما اجت. ايه اما لكل مجتهد نصيب. الحمد لله انا عم مجتهد، صار عندي اغنيتين وهلا عندي عمل وطني بعده هون بالاذاعه والتلفزيون، الحمد لله. وفي يعني لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد لو انه تعب شوي اللي ما كثير عنده حظ لكن بالاخير رح يحصل. بتحلم مجد انك تشارك بالبرامج خلينا نقول هيك اللي بتبرز الاصوات؟ بعض الفنانين السوريين شاركوا بهي البرامج اللي هي يعني حسب كلامهم انهم انعرفوا برزت اصواتهم من خلالها. يعني خلينا نحكي عن هي البرامج، نحكي عن البرامج اللي هي ضمن مسابقات مثل ارب ايدل وذا فويس وهي البرامج. هلا كثير مهمه هالبرامج، يعني عم تعمل فنانين، شفنا اكثر من حدا يعني طلع من هي البرامج. اما بصراحه ما بعرف شو يعني بيقدموا للفنان بعد ما ينجح. هلا نحن بنسمع انه في اصوات حلوه عم تطلع. انت بتسال بعد هاي البرامج شو ممكن يقدم يعني ما بعد هذا منتج للفنان؟ يعني مثلا نسمع الفنان وصوته حلو شكله حلو، طب يا هل ترى بس يخلص من هذا البرنامج بيرجع على بيته هيك بشكل طبيعي؟ بيقول لك انه بيكفي انه نعرف الناس. هلا عم نشوف نحن على الشاشات الاسماء اللي طلعت، يعني عم يكون الموضوع واضح مباشره من خلال شهرته على التلفزيون، من خلال العروض اللي عم تتقدم له، الكليبات اللي عم بيقدمها وما الى هنالك. على كل رح نرجع نتابع بهذا الموضوع مجد ونوسع فيه اكثر. بدنا نسمع شيء منك قبل ما ننتقل لموجز اخبارنا الثاني. لا عيونك، يلا ناخذ كورد الدو استاذ سيمون. يا استاذ. كنت صغير وكنت مثلها صغير، أنا ربيتها وعلمت تعشق فقير. لما تفتت على الحب والنهدات هجرت حنيني وطيرت بكي. مش هي أول وآخر المرات، كل مرة هيك عم بيصير، اشقى واتعب وسابق العباد وربي بالهوى عصافير. وبعد ما بروق ولملم النهدات، لملم النهدات، لملم النهدات، برجع لحالي وبقول يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شعبك سوريا كبير أنا أزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي لزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي لا أغزلك من نور الشمس اسوارة وحطها بإيديك اسوارة وحطها بإيديك لو بعدتك لولو مرجان رح جيب لك خزنة بحالة لو بعدتك طاقية الجان أنا رح قلك لا 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 لو بعدتك يا غصن البان جوا القلب بخبيكي لو بعدتك يا غصن البان جوا القلب بخبيكي لا أغزلك نور الشمس اسوارة وحطها بإيديك اسوارة وحطها بإيديك. شكرا. تسلم هالصوت تسلم هالانامل يا سيمون. اكيد رح نرحب بالفنانه غاده بشور. اهلا وسهلا فيك. بنقول لك كل عام وانتم كل عام وانتم بخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كل عام وانتم بخير. غاده اهلا أهلا وسهلا بالغزال الطل ويا صباح الورد للفل هل يا حلوين ناطرين كتير تنشوف نورك عالجناين يسعد صباح سوريا. أنا كثير مبسوطة اليوم لأنه أنا موجودة معكم بهذا الصباح الجميل. كل عام وأنتم بخير وسوريا دائما بخير إن شاء الله وأنت بألف خير ونشوفك بمزيد من الألع والجمال. منورة اليوم ست غادة. منورة بوجودكم. سعادتك أكيد. أدوار عديدة ومتنوعة أديتها بهذا الموسم الرمضاني وما قبله من المواسم وحكينا قبل شوي عن مجموعة من أعمالك. ست غادة بتشوفي إنه وصلتي لمرحلة النضج الفني ولا ما زلتي تبحثي عن هوية جديدة وأدوار جديدة إلك كمان؟ لا هو الفنان إذا أنه أنا وصلت فيعني هذا ما انتهى. الفنان لا يمكن أنه يقول أنه أنا وصلت لأنه أنت دائما عندك شغلات بتقدميها يعني بتطمحي أنت تقدمي أدوار لسه أجمل وأحلى. يعني أنت فنانة فهي مسيرة فنية فبدك تضلي أنت مستمرة في الموضوع الفن والتمثيل والقصص. يعني شفناكي فعلا بادوار مميزه ست غاده مثل الادوار اللي ذكرتها ندى بالمقدمه بالبدايه. ست غاده يعني بنلاحظ بالفتره الاخيره او بالسنوات الاخيره كثافه بمشاركاتك. يعني ممكن نقول الفنانه غاده بشور بتوافق اكثر على الادوار اللي بتعرض عليها اكثر مما ترفض؟ لا لقلك على حسب الادوار هي ما تجيني. فاذا اجاني دور حلو اكيد مش رح ارفضه يعني. فاذا اجى دور جميل بدي اشتغله وبصير في تنسيق يعني بين مدراء الانتاج وبين انه انا في عندي مسلسل كذا كان يقولوا انه في كذا مثلا عمل بصير في تنسيق بينات بعضنا وبيمشي الحال. اذا الدور عجبني وما عجبني اكيد بدي ارفضه بس يعني بكل احترام بقول له انا مش يعني بهذا الدور. بهمك يعني تحصلي على بصمه من خلال دور. أكيد رح نتابع حديث معك الشيق ونحن نسمع صوت الجميل للفنان مجد ورد ولكن خلينا نتابع ست غادة هذا الفوتو عن مجمل أعمالك وأكيد من بعدها رح يكون أنت صوتك. إن شاء الله أنا بدي أتصبح وأتمسى بخلقة أبوكي وخلقة أمك. أنا ماشي يا حبيبتي. حاجة؟ هتأخر كتير؟ أصله عندي اجتماع مجلس إدارة معرفش إمتى هرجع. طيب ابقى كلمني. ألو؟ كلمني فهمني. حظ معاد ساكن
عبخ شو بتعمل عمي؟ والله بيعمل مثل بديعة وديبة وما بالمرة. ايوه بينفعوا. عفاف اتركينا انا وابوكي لحالنا. بدك تسافر حيرتني. خليني نام، طلعي انت قعدي معهم. لا يعني اذا بدك تسهر هون نادي له. ادهم بدي انا نطلع نسهر برا مشان عن المصاري. انت دائما ظالم مراقبة. كيفك يا نجوى خانة وحدتك؟ مشتاقة يا لطيف لقلوب على بعضها. شو بالظاهر لساتك عشقان؟ يا محمد العربي الختم شو جابوا ولا بالتصامي ولا نصمي كبر عيلك مفتوحه معناها هذا نازل ختم من الجبل خيطيه مره ثانيه فهمتني؟ رسميه يعني بدك تتركي البيت وتروح تقعدي عند السوان بيت سلام. سليم ما خصه حتى لك كانوا موجود عن سليم حقي يحترمني. العمى شو هذا؟ السبت الصرامي والعمى في عيونك شو هذا؟ أباي يا ضيعة مبعوفك يوم، يا ضيعة مبعوفك يوم، مهما عليك تظلم انت عيوني وانت النوم وانت الدمعة عخدودة. ان شاء الله يكون عجبك الفوتو مونتاج ست غادة. الله يعطيهم العافيه اللي عملوا هذا الفوتو مونتاج، الحقيقه كثير حلو وشكرا كثير لكل مين عملوا يعني. تسلمي ست غادة. ست غادة خلينا نكمل. هي السنه ادوارك برمضان كانت متنوعه ومتعدده. وين لقيتي حالك اكثر شيء باي عمل؟ خلينا نقول رح اقول لك انه انا بكل الاعمال انه انا شفت حالي، لانه هلا كنا شوي عم نقول بانه انا اذا الدور ما عجبني ما رح اشتغله. تابعتي اعمال يعني الاعمال اللي انعرضت؟ لا برمضان من كثافه الاعمال. على الاقل اعمالك انت. لا حتى لو اعمالي يعني من كثافه الاعمال انت بدك تحكي كمان على اعمالك وعلى اعمال غيرك يعني. فهلا برمضان ما بتقدري الا يعني هيك شوي هون شوي هون. بعد رمضان هلا بس نتفرج وبنشوف الاعمال وبنقدر نحن حتى انه انا حتى انا نفسي فيني انه انا هون انا عملت هون منيح. تقيمي حالك اكيد لانه بدي اشوف انا الشيء اللي انا اشتغلته كمان، لانه نحن احيانا ما بنشوف المشهد اللي نحن صورناه باثناء فبنشوفه وقت العرض. نعم يعني مثلنا مثل المشاهدين احيانا ممكن يسمح لنا المخرج نحن نشوف لقطه من اللقطات، لانه بحس انه انا لا انه انا هون انا استاذ انا ما عملت هون مثلا شيء منيح، فبيقول لي لا تعي شوف هذا مرة على المونيتير طبعا شوفها يعني احيانا بشوفها واحيانا ما بشوفها، فمثلي مثل المشاهد بدي انا اشوفها وبدي اقيم يعني بدي يعني مثل كل الناس يعني بقولوا انه هون اشتغلت منيح. لا يعني بتكوني يعني ناقد بالنسبه لاعمالك. اكيد بدي اشوف شو اشتغلت شو عملت. حتى ممكن ترجعي تقيمي العمل بس بالنسبه لغادة كممثله بتقيميه يعني كله كمجمل عمل فني. نعم مع موسيقى. هو احيانا انت ممكن تشتغلي انت بعمل يكون غيرك انت ما عامل مثلا شيء منيح او شيء ظريف او كذا يعني، بس انت موجوده بهذا العمل بيقول لك نحن تفرجنا انه انت غاده بشور موجوده بهذا العمل، يعني انت في ناس لك محبين لك جمهورك لك امور شعبيتك فبيتفرجوا على المسلسل انه نحن تفرجنا بس فلان مدري شو يا ريت هيك سوا يا ريت هيك عمل. انا بحب انه العمل يكون هو كامل متكامل. نعم يعني لانه العمل الفني اكيد تمام يعني العمل الفني متكامل كله كامل يعني. هلا مثل ضيعه ما شاء الله العمل كامل متكامل بكل شيء. طبعا بهالمناسبه نحن بنوجه له تحيه للاستاذ ليس حج المخرج المايسترو الحقيقه لهذا العمل ولعمل ضب الشلاتي اللي كنا هلا قبل يعني ما نبلش العيد كنا عم نصور كمان فيه. نعم اكيد. رح نحكي عن تجربتك السينمائيه ايضا، عندك تجربه سينمائيه يعني بتستحق فعلا ان نحكي عنها ولكن ومسرحيه ايضا. رح نسمع مجد شو نسمع هيك مقطع موسيقي او مقطع غنائي من مجد. شو بتسمعنا هلا مجد؟ يلا بدي اقول مقطع من اغنيتي طلع علي. تفضل. بس قبل ما بدي اقول كل عام وانتم بخير لاهالينا بالجولان وان شاء الله نحن بنوجه تحيه اللي دائما بالبال اكيد. الله يخليك.
لساني بطل بسمار وشمس عيونك الحياة بسمار قالوا أعرف البيت قالوا أعرف البيت بس مر شريعة شربتك قطعة تياب بس طل علي يا غزالي طل علي عذبتي قلبي يا غزالي حن شوية بس طل علي يا غزالي طل علي عذبتي قلبي يا غزالي حن شوية وحياة الرب الجبار بدياك شو ما صار من راسي انكهرب قلب علي بس طلي علي بس طلي علي سريرك بعيوني يا غزالي وطاير مشي لو اسمي بتهز شعورك مضر مشي سريرك بعيوني يا غزالي يا غزالي لو نسمي بتهز شعورك ما بيغمض رمشي بقطع كمالك البحار من قلب جبلك تزكار مالك بقطع البحار من قلب جبلك تزكار وتلغى بضر بنظرة حنية بس طلي علي بس طلي علي يا مجد بصوت ست غادة ما شاء الله حوله يقضي العين. الله يخليكي تسلمي شهادي الله يحميك. خلينا اياكي. هلا بدنا نتوقف عن تجربتك السينمائيه مثل ما كنا عم نحكي قبل ما يغني لنا مجد. الك تجارب عديده، عوده غوار وعوده غوار وحب كاتي وما الى هناك من الاعمال، كيف بتقيم تجربتك السينمائيه ست غادة؟ لأقول لك نحن هلا من زمان اشتغلنا سينما. اول كان كثير في إلى هيك حضور وإلى شغلات كثيره، فكنا يعني مبسوطين كثير وقت كنا انه في فيلم. بس انا كنت الاول كنت صغيره كانت صغيره. هلا اخر فيلم اشتغلت فيه هو عرائس للمخرجه سهير سرميني، طبعا بوجه لها تحيه وبنقول لك عملتي بخير. وكنت سعيده كمان بهي التجربه انه نحن سنين طويله رجعنا نحن نشتغل والفيلم كان فعلا حلو ورائع جدا. كانت السينما بهداك الوقت احلى من هلا؟ يعني كونك اشتغلتي بزمنين. لا هو كل ما كان له مان وله خصوصيته. هلا لا مختلف، هلا كل شيء تغير يعني بالآلات بالتصوير بكل شيء. زمان اول كان غير، بس كنا نحس انه هيك يعني انه مدري تشتغلي هيك وانت مبسوطه يعني اكثر من هلا يعني بتحسي انك بدك تعملي المشهد مليون. بالاول لا يعني انه حتى الحفظ حتى كذا كان. هلا في تقطيعات في تغيرت يعني. زمان اول تغير عن هلا اكيد يعني. نعم. يمكن هلا اريح صار. ايه اريح شوي. نعم. يعني حكينا عن التجربه السينمائيه والتجربه التلفزيونيه، نعرج على التجربه المسرحيه. فعلا ست غادة يعني الشعبي كنتي عم تسعي يعني للانتشار جماهيريا، ولا كان لك مشروعك الخاص نقول مع اللي بتشتغلي معهم بمجال المسرح ساخر؟ لا هو مو مسرح ساخر، هو
المسرح هو المسرح الشعبي. نحن أنا بديت حياتي، أو خلينا نقول النقد الساخر ممكن يعني من خلال المسرح ننقد الواقع يعني أنا لأقول لك أنا أول بلشت مع يعني وزارة الثقافة القومي، كنت أبو خليل الأباني، بلشت أنا بالمسرح، كانت أول كانت هي أبو خليل الأباني شاركت فيها يعني ب4 جمل، فكنت سعيدة بالتجربة، كنت مبسوطة بأنه أنا رح أنتقل من الفنون الشعبية، لأنه أنا دائما بحكي على الفنون الشعبية بأنه أنا بعتز بأنه كنت بفرقة أغنية للفنون الشعبية، ومنها أنا طلعت للمسرح القومي، اشتغلت بأبو خليل الأباني، وبعدها اشتغلت مع الأستاذ صالح الحمدي، مع أستاذ محمود جبر الله يرحمه، ناجي جبر، مسرح قنوع اللي أنا اشتغلت معهم فترة كتير، بنوجه لهم طبعا تحية لهم، كل عام وأنتم بخير. وبعد حبيت بأنه أنا أعمل مسرح فرقة تمام، وضلت أنا 14 سنة إنه أنا اشتغل، كان معي الأستاذ حسن دكاك، كان معي محمد خير علاوي، لك كادرك دارتي. ايه نعم، كانت يعني لمدة 14 سنة أنا اشتغلت مسرح، وحبيت بأنه أنا أعمل حالي، لأنه أنت صار في عندك خبرة. ما استمريتوا هو مو قصة إنه نحن ما استمرينا، بس الحقيقة التلفزيون أخذني يعني عن المسرح، لأنه التلفزيون بتعرفي في نهاري وفي ليلي، بأنك أنت تصوري نعم المسرح التزام، فأنت كونك أنت حتى مسؤولة أنت عن الفرق، أنت بدك تجي قبل بساعتين، فأنا لازم حوالي 7 كلش ليلي التلفزيون من الساعة، فما قدرت أنا بين الاثنين ما رح توفيق بأنه أنا أرجع وكمل ليلي تبعي، مستحيل يعني هذا الموضوع. فإنه لا ابتعدت إنه التلفزيون يعني المسرح، وهو المسرح هو الفنون يعني والمسرح له خصوصية خاصة كثير، يعني ببرز أكيد فنيات الفن مثل ما ذكرنا. الزملاء محضر مقطع من مسرح كنتي فيها، خلينا نتابع مع بعض، نتابع مع بعض مشاهدينا. أكيد الله يرحمهم الأستاذ محمود والأستاذ يوسف الشويري، فنانين علمنا من كثير شغلات، حتى وخاص بالمسرح. المسرح كثير مهم، القوة تعلمنا كثير الحقيقة، الله يرحمهم. خلال هاي المسرحية نرجع أكيد للذكريات مع ست غادة. نحن هلا يعني لابد أن نسمع صوت من جديد. مجد شو محضر لنا هلا؟ تسمعوا لنا. تفضل. في أغنية وطنية بدي أقول مقطع منها هون بعد ما شافت النور، يعني إن شاء الله قريبا هيك إن شاء الله بنشوفها أكيد إن شاء الله. كمان يمكن ست هذا كمان أنت أديتي أغنية وطنية، شاركتي بأداء أغنية وطنية، يمكن هلا عم تنزل على صوت الشباب. الحقيقة أنا حبيت بأنه أنا أعمل أغنية وطنية، أنا ماني مطربة بس أنا حبيت أداء. نعم. إنه أنا أعمل أغنية للوطن، هي بتقول شدوا الهم شدوا وسياد بلادي هيدا البحر هيدا الأرض إجدادي. رأيك بعد ما نسمع مجد؟ لا تسمعي صوتي لأنه هلا الفن ما بيجي. بس طبعا مشكورين يعني أي انت تعملي لبلدك، يعني حتى لو كنت انت ممثله صحيح. يعني تعملي اي شيء بانه انت تدافعي عن بلدك باغنيه باي شيء. الفنان كثير مهم بانه هو كل انسان بيقدر يدافع عن بلده بوقعه بقرن. انا بنحكيكي حبيبتي. زملائنا الممثلين من كم يوم كان لقاء هون بالاذاعه معنا الممثل له تحيه اسماعيل مداح. نعم. كمان تفاجأت صوته جميل وعمل حلوين كثير. جميل. الله يقويكم يا رب. سوريا هالناس الطيبين. كلام بدي وجه تحيه للشاعر والملحن عماد مصطفى، كلامه وشعر الأسرة وسيمون عاصي حانو. خليك يا عسكر صاحي محلى سلاحك محلى سلاحي، خليك يا عسكر صاحي محلى سلاحك محلى سلاحي، سوريا نامي وارتاحي جيش
شعبك سهرانين سوريا نامي وارتاح جيشك شعب سهرانين. والله يحفظ الوطن يا رجل. يحفظ الوطن، ونحن تحية لأرواح شهدائنا اللي رووا بناء تراب هذا الوطن الغالي، نحن ما بننساهم فعلا. طبعا. وتحية للجيش العربي السوري اللي هو بأرض الميدان، اللي هو فعلا عم يسطر أعظم البطولات، ونحن بأجل إنه هن موجودين بالميدان خلينا نقول يعني نحن عم نعيش فعلا فرحة العيد وعم ترتسم البسمة على وجاه أطفالنا. ما هي أكيد. الله يحمي تحية لبابا اللي بالميدان هلا قوة رفاقه، والله يحميهم والله يحمي الجيش والقوات المسلحة والدفاع الوطني جميعا. عمري. ست غادة، نرجع لعندك بالحديث. ما حتسمعي شيء من الأغنية اللي قدمتيها؟ كثير صعب، وبالاخص هلا الصبح يعني هو ماشي الحال. لا ما هو الصبح بتلاقي اذا هو مطرب على الصبح ما انا الو ما رجال يعني فنانين اللي يعني ممكن تكون اصواتهم منا جميله، يعني انا طالعين هعمل لك صوت بحوح صوت ما فينا غير. انا امبارح عندي حفله انا للصبح ادرع، فانا ماني ادرع. سلامتك اليوم نحكي بالعكس، بس نحن مبسوطين بتشريفك معنا وبإطلالتك على من خلال صباح الياسمين. ست غادة، في مخرج يعني تميز عن غيره بأنه استطاع أنه يستخرج من غادة بشور أكثر طاقة ممكنة كممثلة؟ دائما بيقولوا إنه أنا دبلوماسية، الحقيقة كل شيء في إنه دبلوماسية، بس الحقيقة كل شيء مخرج إحنا بنوجه لهم تحية. قدروا إنه ياخذوا مني مخرج له خصوصية، في له يعني هلا اساس اللي بيقرا هو يعني مثل ما بيقول مش لعمل كلياته، فهو وعم يقرا اكيد حيشوف غادة ما حيشوفها. فانا هلا في كثير من المخرجين بيقول لي غادة وانا عم بقرا انه انت موجوده. يعني هلا في اعمال ممكن انه يشتغل بالعكس، انه انا ما عجبني مثلا انه لا يعني راسي وعلى عيني، بس هو ما عجبني لانه ما بهي. فانا تحيه لكل المخرجين. في انا يعني اشتغلت من هذا الزمان كمان هذا الدور اللي انا اشتغلته استاذ احمد ابراهيم احمد اللي كمان بوجه له تحيه وبقول لك العام بخير. كمان هذا الدور كثير انبسطت فيه. في يعني كمان جديده كمان انه هذا الدور الجديد كان علي كثير كان حلو، العمل كان كثير رائع حلو. الحقيقه يعني انه انا اتابع اكثر شيء من ضب الشناتي، الحمد لله هو جاب على كمان المسلسلات يلي عم تنعرض. مسلسل يعتبر الحمد لله. كان بود تحكي عن اعمالك المصريه من ادوار فندى شاركنا بصباح الياسمين فعلا يعني كلك تابعونا اكيد او بحلقه صباح الياسمين. احنا هيك من وكثير وجودكم الفنانه بشور وبصمه فنيه فعلا تستحق عليها الشكر، وذلك ادوار بتحلمي ديا. كل الشكر لك. كلمه اخيره بتقوليها؟ لكم شكرا. صباح الياسمين، صباح سوريا الجميل. ان شاء الله هيك دائما نحن من انتصار لانتصار، وتحيه يعني للجيش العربي اللي هو عم يدافع حتى عم يزرع هالبس على وجوه وعلى وجوهنا. الله يرحم كل شهدائنا وكتب الف خير. كمان كمان جد اكيد والشكر الجزيل. والختام المسك بصوتك، تفضل. تمنيت
الغدر بعت الوفا فيكي استقلي وجهك شلون فيك خنتك عيونك كفي وما عودتي لونك يسمون فيك حنيت المر مالك حنيت خسارة على ايش امثالك ايش حبيت منيت مالك انا منيت ليه حبيت والله يا خاين بكيت عيوني كانت تحلم بشوفها ليش تطيب فيك ظني وتعملك كانت تحلم بشوفها منيت الموت كرمالك انا تمنيت